بيت الزوج ما هو حب رومانسية دائما، وما هو فندق للنزهة والنوم. بيت الزوج فيه مسؤولية والتزامات ونظام وحقوق وواجبات. إذا كنت تريدين بناء أسرة، سألتك بالله العلي العظيم بجلسي مع نفسك جلسة مصارحة واضعة بعقل، فكري عقل وضمير. رزقك الله زوج مو مقصر معك، يشاركك راتبه، يعطيك حقوقك، محافظ على الصلاة، بيتك مستقل، يعني خرجك معاه وقت ما تسمح له ظروفه، محترم مع أهلك، محافظ على نفسه، يحب أولاده. ولأنك مغفلة وما تقدري نعمة الله عليك وما أنت عارفة سوء ما أنت فيه، وتسمعي كلام صديقتك جالسة تنكدي على زوجك حياته الزوجية، تصطنعي مشاكل، أو تنزعي ثوب الحياء وتهتكي ستر الله وتنسي ميثاق الله الغليظ بينك وبين زوجك، فتقومي بالتواصل مع شباب أو تحني لعلاقة قديمة. يا بنت حرام عليك، راح تضيعي أسرتك، حرام عليك، راح تضيعي بيتك، هذه فرصة راح تضيعيها من بين يديك. والله إنك في نعمة، حرام عليك. الحريم اللي علموك وشجعوك سيكونون أول الشامتين فيك. ما راح يستمر هذا الأمر، وراح تسمعين كلام مثل السكاكين من أقرب الناس إليك، واللي يلعب عليك راح يتركك. حرام عليك، زوجك مو سيء، لا تضيعي هذه النعمة. شوفي كم عدد البنات بدون أزواج، شوفي كم عدد المطلقات. اعتبري يا بنت، من رزقها الله زوج مثل زوجك محظوظة والله. صار أمنية لكثير من النساء، حتى وإن قصر في بعض الجوانب. ما في إنسان كامل. حجتك أنه ما يعطيك كلام حلو، مو مهتم فيني، تتواصلي مع غيرك، هذا مبرر؟ حجة أن زوجك مو حلو تتعلقي بشاب أو فنان جميل تهيمين فيه حبا؟ والله إنك تعيسة، وإن استمريتي راح تندمي وتتألمي وتخسري الرجال. الرجال أكرمك ساترك، أنت في بيتك وبين أولادك، تصرين إلا أن تهيني نفسك. الآن أنت أميرة في بيتك، معززة مكرمة، وإن حصل بعض التقصير من الزوج فهذا الأمر لا يخلو منه بيت. تفكري في بيت من غير مشاكل. يقولن بالفم المليان أبيه يحترمني، وأخرى تقول ما أبيه يضربني فقط، ثالثة تقول أبي أعيش مع أولادي لا يطلقني، ورابعة يهجرني بالشهور، ما أبيه يسوي كذا. ومآسي